هل سيكون المنتخب المغربي قادراً على إثبات نفسه هذا الموسم؟ بين الرديف والشباب، الكرة المغربية على موعد مع تحديات كبيرة وفرص للتألق في أهم البطولات القادمة. الإعلان الأخير عن لائحة المنتخب الرديف لكأس العرب 2025 في قطر ألقى الضوء على استعدادات مثيرة، بينما يواصل منتخب المغرب تحت 17 سنة كتابة تاريخ جديد في كأس العالم للشباب. قبل أيام قليلة كشف مدرب المنتخب الرديف طارق السكتيوي عن القائمة الأولية التي تضم 29 لاعباً استعداداً للمعسكر الإعدادي المكثف الذي سينطلق من 10 إلى 18 من نوفمبر بمركب محمد السادس لكرة القدم. كل يوم في المعسكر يعد حاسماً، فالوقت ضيق والضغط كبير، والكل يتساءل: من سيبقى في اللائحة النهائية؟ ومن سيودع المنافسة قبل بداية البطولة؟ القائمة الأولية جاءت مثيرة للجدل. أبرز الغيابات كانت حكيم زياش، النجم المعروف الذي قرر السكتوي عدم استدعائه حالياً، ما أثار موجة من التساؤلات حول أسباب هذا القرار ومدى تأثيره على الفريق. لكن الأمر لم يتوقف هنا، فسيضطر المدرب إلى استبعاد 6 لاعبين من 20 لتصبح القائمة النهائية 23 لاعباً فقط قبل موعد البطولة، وهو قرار ليس سهلاً على الإطلاق، ويعكس حجم المسؤولية الملقاة على كاهل الجهاز الفني. المعسكر الإعدادي ليس مجرد فترة تدريب عادية، بل فرصة لصقل الفريق وتجربة مزج الخبرة مع الوجوه الجديدة. التدريب المكثف، المباريات الودية، وتحليل الأداء الفردي والجماعي كلها عوامل تهدف لصنع منتخب قادر على تمثيل الكرة المغربية بأفضل صورة. التحدي الأكبر هو الوقت القصير، والضغط على المدرب كبير، لكن النتائج المرجوة تستحق كل هذا الجهد. طارق السكتيوي يقف في قلب هذه التجربة، يتحمل مسؤولية اختيار اللائحة النهائية وضمان أن يكون الفريق جاهزاً لمواجهة كل الفرق المشاركة. كل تعديل، كل تدريب، كل قرار يحسب له ثمن. مواجهة المنافسة في كأس العرب تمثل اختباراً حقيقياً لقدرات الرديف، وميداناً لإثبات الذات أمام الجماهير والنقاد على حد سواء. الأهداف والتطلعات واضحة: تمثيل الكرة المغربية بأفضل صورة، وإظهار المنتخب الرديف بمستوى منافس يليق باسم المغرب الطموح. ليس مجرد المشاركة، بل الوصول لأداء متوازن يرضي الجمهور ويحقق الانطباع الإيجابي المطلوب. كل تعديل في اللائحة وكل يوم في المعسكر يعكس الطموح الكبير في إعداد فريق قادر على المنافسة وإسعاد المشجعين، بينما الرديف يستعد لكأس العرب. يواصل منتخب المغرب تحت 17 سنة كتابة قصة مثيرة في كأس العالم للشباب. الفريق على موعد مع مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في دور 38 من البطولة التي تقام في قطر من 3 إلى 27 من نوفمبر 2025. هذه المباراة اختبار حقيقي لقدرات اللاعبين الشباب، وستكشف مدى قدرتهم على مواجهة الفرق القوية والتقدم نحو مراحل متقدمة. الأداء الأخير للفريق كان مذهلاً. الفوز التاريخي بنتيجة 16-0 ضد نيو كاليدونيا لم يكن مجرد رقم، بل أكبر فوز في تاريخ البطولة. جاء بعد خسارتين أمام اليابان والبرتغال، ما يظهر قدرة الفريق على التعلم والتطور بسرعة. هذا الانتصار أطلق إشارات قوية حول إمكانيات اللاعبين، وأكد أن لديهم القدرة على السيطرة على مجريات المباراة بفعالية واحترافية. المدرب نبيل باها كان محوريا في هذه الإنجازات، مشيدا بلاعبيه بعد الفوز، ومؤكدا أنهم صنعوا لحظة تاريخية للكرة المغربية. النظام الجديد المعروف باسم بطاقة التحدي أضاف بعدا استراتيجيا للعب، وأظهر كيف يمكن للتخطيط الفني الجيد تحويل اللاعبين الشباب إلى فريق متماسك قادر على الإبداع في الملعب. تحليل نقاط القوة والضعف يكشف الكثير عن شخصية الفريق. نقاط القوة تتجلى في الانضباط الدفاعي، استغلال الفرص، والتحول السريع في اللعب، كما ظهر في الفوز الكبير. أما التحديات فتتمثل في البداية الصعبة مع خسارتين في مرحلة المجموعات، ما يشير إلى حاجة الفريق إلى مزيد من الاستقرار النفسي والفني قبل مواجهة المباريات الحاسمة. الطموحات المستقبلية للفريق واضحة وجريئة. مع التقدم إلى دور 30 أمامهم فرصة لتأكيد أنفسهم وترك بصمة قوية في البطولة، ليس فقط للمشاركة بل لبناء جيل واعد من اللاعبين الشباب قادر على تمثيل المغرب على أعلى مستوى مستقبلا. كل مباراة هي خطوة نحو مستقبل الكرة المغربية، وكل لاعب صغير اليوم قد يصبح نجم الغد. بين الرديف والشباب، الكرة المغربية تمر بفترة حاسمة. التحضيرات المكثفة، القرارات الصعبة، الانتصارات التاريخية،
والطموحات الكبيرة كلها تجعل هذا الموسم محطة مهمة في تاريخ كرة القدم المغربية. ومع كل مباراة وكل اختيار وكل لحظة تدريب، يثبت هؤلاء اللاعبون أن الكرة المغربية تمتلك القدرة على المنافسة، الابتكار، وتحقيق النجاحات التي تبهر الجماهير وتخلد أسماء اللاعبين في تاريخ الرياضة. في النهاية يبقى السؤال: هل سيتمكن المنتخب الرديف وكأس العالم U17 من تحقيق المزيد من المفاجآت والتألق في البطولتين؟ المشاهدون على موعد مع الإثارة، والمستقبل يحمل الكثير من المفاجآت التي ستكشف عن وجوه جديدة، قدرات غير مكتشفة، وطموحات تتجاوز حدود الملعب.